چند سال؟ دیگه اون موقعی که به من بگو چند سال؟ اصلا 5 سال اسرائیل 5 سال؟ اسرائیل نبود. نه اسرائیل لازم نیست، ریاض. ریاض؟ سعودی آمریکا. سعودی. الان سعودی هست. امریکا دست ترامپ ان شاء الله خراب میشه. اللي ما يصدق يجي. احنا الحجب السوري اخذناه والله مستمرين في الرياض. سننتقل من الحكام السعوديين الذين يتصورون أن بأموالهم يعيدون الحكم الأموي. إيران آخر همها إزالة إسرائيل، إيران آخر همها القدس، إيران آخر همها فلسطين وأهل غزة. إيران تستخدم هذه الشعارات المتعلقة بقضية فلسطين، لكن الهدف الأساسي للمشروع الإيراني في المنطقة هو ضرب عمق القرار السني في المنطقة العربية. حياكم الله أيها الأحبة في الله. من قبل أن أعلق على هذا المقطع الذي أتيت به لكي أفضح نفاق بعض ممن يدعي بأنه من أهل السنة ويريدون أن نقف مع إيران المجوسية الطاغوتية، فنقول أولا إيران والصهاينة كلهم في الهوى سوا. إيران وأمريكا والصهاينة كلهم همهم تدمير الدول العربية السنية، فنقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. وإذا سألتني أنا مع من؟ أنا مع إخواني في العقيدة وفي النسب وفي الدم، إخواني العرب في الخليج وفي الأردن، أسأل الله أن يحميهم من كل سوء ومكروه، اللهم آمين، وجميع الدول العربية السنية. فهذا المقطع من كما قال الله جل وعلا وشهد شاهد من أهلها. هذا المقطع يبين أن هم شيعة إيران والعراق همهم الأكبر تدمير الدول العربية السنية، خاصة المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء ومكروه، اللهم آمين. ثانيا سوف أتي بمقطع آخر بأن إيران ساعدت أمريكا في غزو العراق، سبحان الله. كذلك في 1985 إيران الصهاينة ساعدوا إيران في حرب ضد العراق، سبحان الله. فنحن نقول كلهم مجرمون لا بارك الله فيهم. فها هو المقطع، استمعوا ولا تقول لي في المقطع في التعليقات أخي فتنة إيش؟ فضح المنافقين. لا، من الدين أن تفضح المنافقين، خاصة عندما يصبح الشيعة يريدون التسويق لدينهم بأنهم يقفون مع فلسطين والعرب. كله كذب، بل الدول العربية ذاقت الويلات من الميليشيات الإيرانية ومن ولاية الفقيه. طيب بارك الله فيكم، استمعوا الآن. وهو تحدث مع الأمريكيين بهذا الشأن. كانت حركة طالبان عدوة لنا، الولايات المتحدة أيضا اعتبرت طالبان عدوة لها، وإذا أطاحت بحركة طالبان لخدمت بذلك مصالح إيران. ومع أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا اجتماعات سرية. كان الإيرانيون مستعدين لتقديم معلومات هامة، حتى أن عضوا في الوفد الإيراني ضرب الطاولة بقبضته في محاولة لحث الأمريكيين على ضرب طالبان، ثم قدم لهم خارطة بمواقع استراتيجية. هذه الخارطة أصبحت جزءا من الاستراتيجية الأمريكية العسكرية. إيران لم تتوقف عند هذا الحد في تقديم المساعدة، فبعد عام عرض الرئيس الإيراني ذو التوجهات الإصلاحية مساعدة في العراق للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين. قلت له فلنكرر تجربة هنا أيها الأحبة في الله سمعتم بالدليل، بالمقاطع، بالوثائق، بارك الله فيكم. ساعدوا أمريكا ضد أفغانستان. في أفغانستان إيران ساعدت أمريكا، تعاونت مع أمريكا. يجوز لهما؟ أين أنتم الذين تدعون الغيرة على الإسلام؟ سبحان الله. الشاهد بارك الله فيكم، ما هو هدف هذا الفيديو؟ أن أفضح الشيعة بأن إيران نعم تدافع عن بلدها، هذا شيء يخصها، لكن لا تدعوا أبدا لكي تغرروا وتدلسوا على المسلمين بأنكم تدافعون عن العرب أو على الإسلام، بل أنتم تاريخيا واقعيا لا للإسلام نصرتم ولا للكفر كسرتم.
بل عرف عنكم خنجر مسموم في ظهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم أيها الأحبة في الله. فالحذر الحذر، لا نغتر بهذه الشعارات أنهم يحاربون أجل الإسلام، كلهم يحاربون أجل النفط وأجل القوة. فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين. وسوف آتيكم بمقطع لعلماء الشيعة بدون تقية، بدون تقية، يسبون كيف يدخلون الشخص الإسلام أو يدخلون إلى الشرك والكفر، أو كيف يزداد شخص عندهم كفرا وشركا. سوف آتيكم بمقطع واستمعوا. وإن شاء الله أيها الأحبة في الله لابد نشر هذا الفيديو لرفع التوعية للمسلمين. فعلتها بالإنجليزية ولا في إخوة قالوا يا أخي شمسي بارك الله فيك ما كنا ندري عن هذا الأمر. فلابد الحذر من هؤلاء القوم. أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله. هذا شوف، مو وإلا لا يعني لا تقول don't say وإلا، say وإلى. الأخ لأنه يعني متربي في بريطانيا وعايش في بريطانيا، فلذلك اللغة العربية شوية صعبة. أشهد لا أبرأ إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة لعنة الله عليه. سبحان الله، هذه الشيعة بدون تقية. انظر كيف يدخل الإسلام، أو بالأحرى كيف يصبح شخص عندهم مشرك وكافر أكثر وأكثر بسب أبي بكر وعمر وعثمان وأمنا عائشة وحفصة. ثم تأتيني أيها المخذول. وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. المخذلة يكون منك، يقول لك أنا من أهل السنة، ثم عندما يلتقي المعسكران ويلتقي الجمعان، معسكر الرحمن مع معسكر الشيطان، يأتي يقول لك يا أخي يخذلك. سبحان الله. فهذا الوقت تبيين للحق ورد على الباطل. طيب كما قلت آنفا، إيران تدافع عن أرضها، عن سلاحها، تفعل ما تشاء، لكن لا تكذب علينا تقول تدافع عن العرب وتحارب الصهاينة. كلهم في الهوى سوا، كلهم يري همهم تدمير الدول العربية السنية. فنقول مرة أخرى اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج إخواننا وينصر إخواننا في الخليج وفي الأردن سالمين غانمين، وجميع الدول العربية السنية. اللهم